سلام عليكم. تحياتي كاع الناس يلعبوا البيس، نتمنى ان شاء الله يكون كلشي بخير وعلى خير وفي صحه جيده. الدراري اليوم رجعنا لكم بمقطع جديد، واليوم ان شاء الله غنديروا تجربه لواحد اللاعب شخصيا نض عليه ضجه كبيره. اول لاعب تحطو كونامي ما فيهش الالوان، يعني لاعب تقريبا في الملعب ما فيهش ولا لون، لاعب سون كولور كتنقولوا بدون الوان. يعني انتشرت واحد الصوره انه فاش يسجل الهدف تيشعل السيجاره. الدراري يعني غادي نحاولوا اننا نديروا تجربه لهذا اللاعب. هذا لاعب مدافع ديال اتلانتا او اسطوره ديال فريق اتلانتا، ولكن كي تنشوفوا هو انه اسمه بيرتساتشي، وعنده واقيلا داك الحفيد ديالو تا هو سميتو بيرتساتشي، ولكن عرفتي مع دابا الطليانيين تيهضروا بديك سكوزا مويرتي سكونيتو، يعني غادي تنطق بالطليانيه بيرتساتشي الدراري. المهم ماغاديش نحاولوا نعوجوا في الهضره ديالهم. كي تشوفوا معايا ستيت اللاعب ديالو بويلد اب، يعني الطاقه تاعو ميته وزادوا قتلوه في هذه النسخه هذه. المهم غادي نشوفوا هاد الدراري الوعي الهجومي الوحيد اللي تيبان ليا فيه ممتاز، يعني حتى المهارات اللي عنده الراسيات، عنده المان ماركينغ يعني تيضرب بالراسيات، عنده البلوكر بمعنى انه تيوقف في التيران، عنده الشراسه الدراري. المهم غادي نجربوا هذا اللاعب هذا وغادي نشوفوه. قبل ما نبداو اخي ما تبخلش عليا بالاشتراك في القناه، اي واحد مشترك فضلا وليس امرا وكتحفيزا لمجهوداتنا الدراري على بركه الله. المهم كتشوفوا معايا الدراري هذا هو اللعب ديالنا، غادي نشريوه بالنقاط الاي فوتبول وغادي نجربوه وغادي نشوفوا هادشي كاملو واش فيه الالوان، واش الا سجل تيحتفل بالسيجاره. هادشي اللي غادي نشوفوه الدراري، رغم انه الطاقه تاعو تنشوفوا بانه طاقه عاديه، يعني رغم انه انا ما عرفتش شخصيا هذا اللاعب شكون هو، ولكن كيف قلت لكم الاهم عندنا في هذا المقطع هو انه نشوفوا واش فيه الالوان، واش يسجل فاش يسجل تيحتفل بالسيجاره ولا لا. هادشي اللي غادي نشوفوه الدراري في هذا المقطع هذا. اول شيء الدراري كي تشوفوا معايا بما انه مدافع من الصعب انك تسجل به باش نشوفوا هذيك الرقصه، خصوصا اذا كنتي لاعب في الاونلاين. لذلك لعبت ضد الروبو ودرناهم بيجيني بمعنى انه مستوى بطيء، يعني ضعيف، ولكن بما انه كي قلت لكم مدافع من الصعب انك تسجل به في حاله انه كان كورنين، وشوفوا واش يسجل لك بالكورنين ولا لا. يعني غادي نحطوه كراس حربه في هذا المكان هذا. يعني هاد اللقطه غنديروها كاستثناء ماشي كتجربه، لا باش نشوفوا هذيك الصوره المفبركه اللي شفنا، بمعنى انه واش فيه الكولور. وانا متاكد مليون في المية بان كونامي ميمكنش انها تحط لعاب سون كولور، يعني ما فيهش الكولور. الشيء الثاني واللي مهم وهو الرقصه، واش يسجل وغادي نشوفوا ديك الرقصه واش يهز السيجار ولا ما تيهز السيجار. هادشي اللي غادي نشوفوه الدراري، بمعنى انه المدافع حتى انا راس حربه غادي نحاولوا نسجلوا به كميه كبيره من الاهداف 2 3 حتى نشوفوا عده رقصات اللي تيمتلكهم هذا اللعب هذا، واش فيهم هذه الرقصه اللي شفنا في الصوره ولا لا. هادشي اللي غادي نشوفوه الدراري على بركه الله. غادي نحاولوا الدراري كي قلت لكم الموضوع داير حاليا على تلك الرقصه الدراري، يعني كذا نشوفوها هو قدامنا، اللعاب ها هو قدامنا، يعني فيه الالوان فيه كل شيء الدراري. كي قلت لكم يعني الصوره مليون في المية مفبركه، يعني بقات لنا هي شطحه الدراري. غادي نحاولوا ان شاء الله نسجلوا به شي هدف ونشوفوا واش الشطحه فيه كاين ولا ما كايناش. يلا يا بيرتساتشي، شوت يا بيرتساتشي. كوكو اش درتي يا صاحبي؟ يا الانهاء عنده فيه 3، الانهاء الهجمه عنده فيه 3 وقوه الراكل فيها 2. يلا سير يا صاحبي، بطيء سير. ضيعه تاهي والله الا ضيعه بالله، والله الا ضيعه بالرب والله الا ضيعه بالله ضيعه دي تاهي. سير والله الا والله لا ضيعه بالرب. كتب لكم الدراري هو فيه الكولور، التصويره الوحيده هي اللي ما فيهاش الكولور، هو لاعب بالكولور ولديه شنب، لاعب لديه شنب. يلا سير ضيعه تاهي والله لا ضيعه والله لا ضيعه بالرب الاخير حق الله الاخير اللي بغيت حق الله الاخير. يلا يا بيرتساتشي 1 2 سير ضيعه تاهي والله لا ضيعه بالله سير ايرتو والله لا ضيعه تاني. ماركي اخيرا الدراري ماركينا. غادي نشوفوا الشطحه ما دارش الشطحه الدراري اللي تنشوفوا. غادي نشوفوا غادي نعاودوا نعطيوهم محاوله، غادي نحاولوا نسجلوا الهدف الثاني والثالث الدراري حتى نشوفوا واش كاينه هذيك الشطحه ولا ما كايناش. اخيرا شوف معايا، الاولى ضاعت والثانيه ضاعت والثالثه ضاعت والرابعه. شحفتينا يا اخي. بيرساتشي سير حتى البيتو
عطيها ليه هو نيت. يلا الثاني، ما تضيعاش. جول اخيرا الثاني. اوه لحد الساعه الدراري باقي ما دارش لينا ديك الشطحه اللي نشوفو. قطعها ايتو، سير الثالث ماركيها. جول غادي نشوفوا الدراري في هاد الثالثه. الشطحه الثالثه الدراري وما كايناش هذيك الشطحه. هرب سير الثالث الرابع عفوا. جول في هذه غادي خصنا نشوفوها. كما تشوفوا معايا الدراري ما كايناش الشطحه، اللعاب ما كانتش فيها ديك الشطحه، لانه الصوره مفبركه الدراري 100%. الصوره مفبركه اللي شفنا سجلنا به 4 أهداف. شو غادي نحاولوا نماركيو الخامس، غنتمناو تكون. سير يا جول. الله الا ضيعه الله الا ضيعه بالله. معليش باقي الكره عندنا. جول. الله الا ضيعه تاني. واخيرا هذا هو الهدف الخامس الدراري. تنظن بانه ما كايناش الدراري، الصوره مفبركه الدراري. على العموم شفناه كيدير، يعني المحور الفيديو داير عليها 2 اساسيات. هما الاول يعني ان شاء الله دابا غنديروا ليه التجربه، غادي نشوفوا الاداء ديالو في الدفاع كيداير، واش يستاهل ولا ما يستاهلش، رغم انه الطاقه تاعو دفاعيه. ولكن اللي بهرني فيه وهما المهارات الدراري. عنده مهارات اسطوريه، مهارات ديال الدفاع اللي ما عندش لا فان دايك لا دياليخت لا راموس. يعني هادشي علاش بغيت ندير انا تجربه كدفاعيا. كده تشوفوا معايا شفناه حاليا لاعب في الصوره كامل بالالوان. الشطحه اللي شفنا ما كايناش، يعني الصوره مفبركه. غنكملوا التجربه على بركه الله الدراري. غتبدل لكم النظره اللي واخدين على هذا المدافع هذا، لان الطاقه تاعو كلشي يستهزأ بها. انا اليوم غتشوفوا الطاقه الدفاعيه، غتشوفوا التمركز ديالو الصحيح. شوفوا معايا قطع الكره، كلشي غتشوفوا معايا الدراري في هذا المقطع هذا. صراحه انا شخصيا حقرته، ولكن صدمني 100% بانه مدافع اسطوري. انتم غتشوفوا معايا الدراري هذا لعبت تقريبا تجربه درتها مع واحد الصديق ديالي، وصديق لي محترف في اللعبه. وشوفوا معايا الدراري التمركزات ديالو، شوفوا معايا قطع الكره، شوفوا معايا ايضا افضل شيء كنت نقول لكم هو الثبات، قراءه حركات اللاعب. شوف الخصم ما تيخليهش فين يتحرك، تعطيه مساحه ضيقه في التحرك بالكره. هادشي اللي عجبني في هذا المدافع. شوفوا معايا الدراري، شوفوا معايا كيزير الخناق على مبابي. والله العظيم الا عجبني الدراري. شوف هنا راه مشى وما حيدهاش لميسي اسطوره، ولكن حيدها لك صديقي. شوفوا معايا مره اخرى الدراري، شوفوا معايا التحركات، قراءه الكره عنده اسطوريه الدراري. تمركز، طاقه دفاعيه اللي شافهم تيقول محقورين. انا شخصيا قلتها لكم في المقطع في بدايه المقطع، وانه طاقات اللي محقوره الدراري. شوفوا بفضلو قطعنا الكره وسجلنا هدف اسطوري الدراري، من وورد براوس الى راس ليفاندوفسكي. تقويس الكره ممتاز. كي قلت لكم الدراري اللي شاف الطاقه تاعو غادي يقول بانه مدافع ميت، ولكن شخصيا اللي عجبني فيه وهما المهارات الدفاعيه. رغم ان الطاقه الدفاعيه عنده بها ليس ماشي ضعيفه وماشي ممتازه، متوسطه، ولكن اسطوري الدراري. واللي تزيد تكمل هذوك النقاط ديال الدفاع وهما المهارات الدراري. كي قلت لكم عنده الراسيات، عنده الشراسه، عنده الوعي ديال الحس الدفاعي. اسطوري الدراري. شوفوا معايا من الصعب انك تمر من هذا اللاعب هذا، خصوصا الا كان 1 vs 1. من الصعب المرور. قطع الكره عنده في الدم، الشراسه عنده في الدم، القتاليه عنده في الدم الدراري. صراحه انا شخصيا عجبني هذا اللاعب هذا، وماشي كل شيء غادي يعجبه، خصوصا اللي ضعف في الدفاع ما غاديش يلقى معه واحد الراحه دفاعيه 100% الدراري. ولكن شخصيا انا مع محترف في الدفاع ولو نسبيا، يعني لقيته اسطوري. رغم انني عندي مدافعين، ولكن هو بالضبط لقيت فيه طاقات او مهارات مميزه كدفاعيا. قلت لكم بانه عنده مهارات اللي ما عندش لا فان دايك لا ديليخت لا عده مدافعين كمهارات وليس كطاقات. شوفوا معايا قراءه الكره، افضل شيء كي قلت لكم وهو قراءه الكره الدراري. التمركز عنده صحيح 100% الدراري. مدافع اللي ما تيطلعش، يعني ماشي هجومي، مدافع دفاعي 100% الدراري. صراحة ممتاز. اي واحد محترف في الدفاع دير ليه تجربة صديقي، ما خسر والو، ولكن تيبقى اسطوري الدراري. شوفوا معايا التحركات، شوفوا معايا التمركز ديالو، حتى الرأسيات عنده ممتازة. شوفوا هي كيحيدها ليفاندوفسكي، وليفا طويل عليه في الرأس. شوفوا معايا عاوتاني هنايا اسحاق
لن تمر يا ولدي، لن تمر يا ولدي. شوفوا معنا هنايا العم جدو الدراري اسطوري، العم جدو اسطوري. هذا المدافع انا شخصيا غادي نسميه العم جدو لانه اسطوري. شوفوا معايا الرأسيات كيفاش عطاها للحارس، والله العظيم الى العم جدو اسطوري الدراري. شوفوا معايا التمركزات، شوفوا معايا ايضا قراءة اللعب. شوف اسطوري العم جدو. كما شفتوا معايا الدراري درنا ليه تجربه من الالف الى الياء، يعني شفنا فيه كل شيء. شفنا اول شيء الصوره المفبركه بان ما فيها والو، اللاعب كامل بالكولور، الرقصات ايضا جربنا جميع الاهداف او سجلنا عده اهداف. الرقصه اللي شفنا ديال السيجاره ما كايناش. دزنا التجربه الدفاعيه تبقى اسطوري الدراري. انا ما نعطيكم شي حاجه اللي مبنيه على فراغ الدراري، قلت لكم في حال انه اي واحد محترف في الدفاع بانه هذا غادي يبدل لك المنظور ديالك دفاعيا، يعني ما تحقر ليش الطاقه الدفاعيه. فهو اسطوره الدراري، خصوصا كي قلت لكم المهارات اللي عنده، الراسيات عنده، المراقبه اللاصقه عنده، ايضا التمركز الصحيح، الحس الدفاعي عنده ممتاز. يعني كي قلت لكم الانفراد ديال انه 1 في اس 1 من صعب المرور امامه، صراحه اللاعب لي اسطوري، المهارات عنده اسطوريه. وكي قلت لكم الاجمل شيء هو انه المهارات هما مكملين للطاقات الدفاعيه اللي عنده، يعني اي حاجه عنده فيها خصائص كدفاعيا فالمهارات تكملوا عليه. صراحه مدافع اللي بهرني، يعني انا شخصيا حقرته، ولكن من بعد التجربه اللي عدت في الاونلاين مع الصديق لقيته بانه مدافع اللي اسطوره الدراري. يعني نعطيكم وجهه النظر ديالي، يقدر انه ما يكونش مناسب لك انت على حسب انت وطريقه اللعب ديالك. قبل ما نساليو اخي فضلا وليس امرا، وتنترجى اي واحد شاف هذا المقطع يدير معاه بارطاج الدراري، ويكثر صديقي معاه من لايك. يعني اي واحد تفرج يدير لايك ويدير معاه الاشتراك في القناه الى اي شخص ما مشتركش، فضلا وليس امرا وكتحفيزا لمجهوداتنا الدراري. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. رمضان كريم مره اخرى، سلام عليكم.